السلام عليكم كل متابعين قناه ازاي، يا رب تكونوا بخير. انا عادل ولي ودي قناه شوارع معلم اسكندريه. موجودين فين بالكاميرا؟ موجودين في محرم بيه. على يمين الصوره الميه اللي حضراتكم شايفينها دي بحيره مريوط، احنا بنقول عليها الملاحه، بقايا بحيره مريوط. احنا كده يمين دخلت اسكندريه الصحراوي، كارفور الداون تاون القديم، مطار النزهه، الطريق الدائري، صيد محرم بيه وكوبري محرم بيه وغيط الصعيدي وشارع قناة السويس وبابور المية وشارع ابو قير. كل ده يمين. ايضا يمين كوبري ابيس. لو طالع على الطريق الزراعي ممكن تاخد يمين على الطريق الدائري ابيس، على كوبري ابيس على الطريق الزراعي. طوالي كده بقى على بشار الخير والموقف الجديد والاباري والورديان والماكس ووادي القمر والساحل، ايضا والدخيله والبطاش والعجمي. طريق الساحل احنا كده فوق كوبري محرم بيه او كوبري الدولي، اعلى طريق اسكندريه القاهره الصحراوي. لو لسه ما شرفتوناش بالاشتراك شرفونا بالاشتراك، وما تنسوش اللايك الاعجاب من اسفل الفيديو. احنا كده اعلى الطريق الصحراوي اسكندريه القاهره الصحراوي. طبعا الدنيا هنا اتغيرت جدا 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 180 درجه بل 1800 درجه. طبعا على الشمال ما زالت بقايا الملاحه او بقايا بحيره مريوط، حاليا بيتم ردم داخل البحيره، وعماير بشار الخير بمراحلها على شمال الصوره ظاهره، ومشروع سواري، مشروع سكني استثماري حكومي يتبع وزاره الاسكان. على يمين الصورة طبعا مشروع سواري الفخم الضخم ده كان زمان مقلب للقمامة، للأسف أرض كانت مقلب قمامة، وكانت ملاحة عبارة عن هيش وبوص، بقايا بحيرة مريوط. المباني اللي على يمين الصورة دي مشروع ضخم جدا، مشروع سكني ترفيهي اسمه مشروع سواري يتبع وزارة الإسكان، استثماري. على الشمال بقايا بحيرة مريوط او الملاحه. على شمال الصوره الورديان، الاباري، الماكس، وادي القمر، دخيله، متراس. على يمين الصوره كارفور والداون تاون القديم والحديقه الدوليه ومطار النزهه وثلاث اسكندريه والطريق الدائري وعزبه المطار والخشب. امامنا طوالي كده الموقف الجديد ومحرم بيه وغيط العنب. مشاريع بقى بشار الخير بمراحلها. احنا في اقصى الغرب ان شاء الله. تابعونا على القناه، لفوا اسكندريه من شرقها لغربها لجنوبها لشمالها. كل جديد عن اسكندريه موجود عندنا، زورونا تجدوا ما يسركم. كده بقى شمال على الاباري والورديان، يمين على صينيه محرم بيه وكوبري محرم بيه والطريق الزراعي. احنا كده خلف اسكندريه من ناحيه الطريق الصحراوي. ممكن حد من متابعين القناه المحترمين يقول لي طب ميه بحيره مريوط دي جت منين؟ هقول لك يا سيدي، ميه بحيره مريوط ده صرف زراعي لاراضي محافظه او مديريه البحيره. طب بتصب فين؟ بتصب في البحر. منين؟ عن طريق ترعه الخندق في الماكس فيه طرمبات بتاخد الميه من اسفل لاعلى، ثم بتصير الميه في ترعه الخندق ثم على البحر الابيض المتوسط من اسفل كوبري الماكس. ظهرت الترعه في فيلم الشبح اللي اترمى فيها احمد عز، دي ترعه الخندق او ترعه الماكس. طيب لما هو صرف زراعي، امال سمك البحر جالها منين؟ في عصر الملكيه او في عهد الملكيه تم استزراع انواع من سمك البحر ووضعوها في البحيره كمزارع سمكيه، كاولى خطوات المزارع السمكيه في عهد الملكيه. ومن وقتها واصبحت سلاله سمك البحر موجود في البحيره، مزيج ما بين سمك المياه العذبه وسمك المياه المالحه. يعني في بولتي في البحيره وفي بوري. في نهايه جولتنا اتمنى اكون اسعدناكم، واشوفكم ان شاء الله على خير. ما تنسوش اللايك، ولو لسه ما اشتركتوش شرفونا بالاشتراك.